اهلا وسهلا بحضراتكم. هنكمل كلامنا على موضوع المياه الزرقاء. زي ما قلنا احنا عندنا كذا نوع من المياه الزرقاء. في مياه زرقاء بتيجي خلقية في الاطفال الصغيرين، في مياه زرقاء بتيجي في السن الكبير، في مياه زرقاء بتيجي نتيجة خبطة في العين او نتيجة امراض تانية في العين تؤثر وتسبب ارتفاع ضغط العين، فبالتالي العصب البصري يبدأ يتعب. فاحنا هنمشي تدريجيا، دايما بناخد الحاجه الاكثر حدوثا، وهي ان المياه الزرقاء اللي بتحصل في السن الكبير دي بتمثل تقريبا 1% من المجتمع. في الامراض بيبقى ليها زي عوامل تزيد من حدوثها وتطورها. يعني المرض ده نتوقع ان هو موجود في السن الكبير اكتر. الناس اللي عندها قصر نظر نحطهم شويه في حسباننا. مرضى السكر نحطهم في حسباننا. الناس اللي مشت على قطرات كورتيزون وعلاجات نتيجة التهابات في العيون فترات طويلة نحطهم في حسباننا. الناس اللي عندها تاريخ مرضي في العيلة لحد كان بيتعالج من مياه زرقاء، او لا قدر الله فقد الابصار من مياه زرقاء ويحتاج يعمل عملية، دول نلقي عليهم الضوء اكتر من غيرهم. فالمجموعات دي دول يعني نهتم جدا جدا بمتابعتهم ومحاولة إذا كان عندهم هذا المرض بنكتشفه ونعالجه. زي ما قلنا المرض دوت بيسموه حرام النظر، لأنه ما بيجيش بأعراض خالص إلا بعد ما العيان يكون قطع شوط كبير في تدمير العصب البصري. فلازم احنا اللي نبحث عنه، وعشان نبحث عنه زي ما احنا قلنا، زي ما احنا محتاجين نشوف الإنسان على مدار حياته كده في سن ال6 شهور، وفي سن ال3-4 سنين قبل دخوله المدرسة، ثم عند 40 سنة، ثم تباعا متابعة دورية كل سنتين على الأكثر يعني، وهو بيغير النضارة. مش لازم يستحسن يعني العين وهو جاي يغير النضارة، هو يعمل نضارة قراية أو يغير نضارته، إن هو الدكتور يبص على قاع عينه ويقيس له ضغط العين علشان نقدر نكتشف هذه التغيرات في بدايتها ومعالجتها في بدايتها إذا كانت حقيقية. طبعا التشخيص ما بيعتمدش اعتماد لحظي على موضوع ضغط العين، لا، الموضوع مش هو المياه الزرقاء لا تساوي ان هو ارتفاع ضغط العين فقط لا غير، لا، في حاجات تانية، في فحوصات المفروض تتعمل هنناقشها واحدة واحدة ونعرف ايه اللي المفروض يتعمل عند الاشتباه ان اللي بهذا الرجل عنده او هذه السيدة عندها مياه زرقاء. نبدأ ان احنا نعمل له فحوصات معينة ان شاء الله. وشكرا لكم.